السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نجلاء علي من مطبخ نوجة. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض كيكة الريد فيلفت. كيكة جميلة وحلوة وتنفع لأي مناسبة، مناسبة كده، لنجاح، لعيد لعيد حب، لأي حاجة ممكن تعمليها. كيكة حلوة وجميلة ومبهجة. اللون بتاعها الأحمر الجميل. معانا هنا كوبايتين ونص دقيق، وكوباية سكر، وكوباية لبن، ونص كوباية سمنة، ومعايا معلقتين كاكاو، بيضتين، وفانيليا، وبيكنج باودر. اول حاجه هنحط السكر على الزبده، ونضربها كده بالمضرب لحد ما يتجانسوا كده مع بعض. يدينا يفتح كده ويدينا اللون الفاتح كده الجميل. هنمشي كده مع بعض خطوه خطوه، عشان هي لها خطوات كده. ونبتدي بقى نضيف البيض واحده واحده كده، ونحط عليهم الفانيليا عشان زفرة البيض. نضرب كده كويس لحد ما يتجانسوا مع بعض. بعد كده انا حاطه نص كوبايه زيت، هضيفها كده بالتدريج واحده واحده. يعني الكيكه دي خدت نص كوبايه زبده او سمنه، معاها نص كوبايه زيت. وهنا بقى كوبايه اللبن بننزل عليها بالتدريج، ونضرب لحد ما المكونات دي تختلط مع بعضها وتدوب مع بعض. وهنا بقى ذره ملح، وهنا خدنا معلقه كبيره بيكنج باودر حطيناها على الدقيق، ومعلقتين كبار كاكاو خلطناهم مع بعض في الدقيق. طبعا بالمكونات دي هننزل بيها على المكونات المادة السائلة، وبرضو نضربها كده بالمضرب لحد ما يتجانسوا مع بعض وكله يختلط مع بعضه. بعد كده هنجيب لون غذائي احمر مصرح بيه من وزارة الصحة، هنضيفه عشان هو ده اللي هيدي اللون الاحمر الجميل بتاعت الكيكة. ونبتدي نضرب كده لحد ما اللون يتغلغل كده في الكيكة ويدينا اللون الاحمر الجميل. كده ادتنا لون احمر جميل، حلو قوي. وقوام الكيكه ده بيبقى تقيل شويه عن الكيكه العاديه. جبنا بقى صينيتين قد بعض، وهنحط نص القوام بتاع الكيكه في صينيه، والنص التاني يبقى الاتنين قد بعض. يعني القوام الكيكه يبقى هنا وهنا قد بعض. وطبعا هندخلهم في درجه حراره فرن متوسطه. طبعا بهز الصينيه عشان الخليط يتوزع كويس في الصينيتين. وهنا بقى على بال ما يستووا انا دخلتهم الفرن، هنعمل بقى الخليط بتاع الكريم شانتيه. حطيت الاول ميه ساقعه جدا مع السكر، ودوبتهم قبل الكريم كده بالمضرب لحد ما دابت. وبعد كده بنضيف الكريم شانتيه، برضو بدوبه كده قبل ما اشغل المضرب يدوب مع الميه الساقعه والسكر. وبعد كده بشغل المضرب على سرعه خفيفه، وبعد كده بسرع قوي لمده من 7 دقايق ل10 دقايق. ده القوام اللي احنا عايزينه. تقلت اهي وجميلة. طلعت الكيكتين، وهبتدي بقى ايه. ادي اول كيكة. انا كمان عملت واحدة كمان عشان يبقوا 3 طبقات كمان. كيكة تانية، كوباية دقيق كده، ونص كوباية سكر، ونص كوباية لبن، ويا زيت يا سمنة نص كوباية. عملت طبقة كمان. وهنا ببتدي احشي الكيكة كريم شانتيه في الطبقة الاولى كده، وبوزعها كويس وبشبعها بيها. طبعا هي المفروض الحشوة الأصلية للكيكة اللي هي الكريمة بتاعت الكيك الجبنة بتاعت الكيك شيز. المفروض بتجيبيها ومع كريمة الطبخ وبتضربها مع بعض وتحشي بيها. بس بصراحة بقى أنا قلت يعني حباها بالكريم شانتيه، تبقى مناسبة أكتر يعني إيه، تورتة نحتفل مثلا بنجاح حد، بعيد ميلاد حد، يعني كده مناسبة أكتر. وهنا بشيل الوش. طبعا الوش ده احنا محتاجينه مش هنرميه، والأحراف برضو لما نشيلها مش هنرميها، كل ده هنعوزه. طبعا حطيت طبقة، وادي الطبقة التانية فوق منها، آخر طبقة التالتة كده 3 طبقات. هنحشيها برضو ونشبعها كده بالكريمة. طبعا دي ربع كيلو كريمة خام، عملتها زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا القوام بتاعها مطلوب حلو وتقيل كده. بجلسها كويس، وطبعا حطيتها في التلاجة بعد التجليسة الأولى تجمد شوية، وبعد كده جبتها بجلسها تاني عشان نداري على الحروف الحمراء دي تبقاش باينة. يعني دي كده التجليسة الأولى
بجلسها كويس كده وبشبعها بالكريمة، وبعد كده يعني عشان تشد معايا وتبقى زي الكيكات الجاهزة اللي احنا بنشوفها دي كده بعد ما طلعتها من التلاجة. بتحكم فيها اكتر بقى. بروح حاطة بقى الكريمة كده فوق الطبقة اللي انا حطيتها قبل كده، وبجلس كده تلاقيها ماشية بقى معايا كده جميلة، وبتداري بقى اي حاجة باينة، الحروف اللي هي كده اللي في الجناب. يعني بقعد اداري كده وبجلس كويس قوي، واحاول اظبطها والف كده معايا بالصينيه، نحطها طبعا على الصينيه اللي انا مسويه فيها، واحاول اداري الاحراف دي، الاحراف الحمراء بتاعه الكيك. الف كده واخد طبقه واجلس كويس وانعمها كده لحد ما تديني تجليسه ناعمه كده وجميله كده. تمام. وبشيل بقى الزيادات كده الاسباتيولا اللي معايا دي، نشيل اي زيادات وبظبط كده الاحراف كده. بص بشيل كده الزيادة وبظبط برضو الاحراف كده. تمام. هبتدي بقى طبعا الاحراف اللي انا قطعتها من الكيكة قلنا مش هنرميها، والوش احنا ركناه قلنا برضو هنستخدمه. ماسكاها هرستها ونعمتها، ممكن انت تطحنيها في المطحنة بتاعة الخلاط وكده. بقت زي الدقيق كده، باخدها من تحت كده بدي بحرفها. دي التزيين بتاعها بتاع الكيكة بتاعت الريد فيلفت. حبة كده بإيديا وبرش كده من الجناب والزقه في الكيكة. برضو بلاقي لو حاجة خشنة بنعمها بإيديا قبل ما احطها. بحط برضو الطبقة التانية من فوق كده على الإحراف عشان تدي شكل وتدي للتورتاية أو الكيكة شكل جميل كده، ويبقى اللون الأحمر متوزع في كل التورتة أو كل الكيكاية كده. تمام. عملنا الشكل بقى من فوق ومن تحت والنص أبيض. بعد كده انا رحت جايبه طبق صغير عشان احدد رسمه كده دايره، واحط باقي الخليط بتاع الكيكه الناعمه ده اللي انا طحنته، احطه في النص في الدايره عشان تديني كده شكل احمر كده وجميل. وده بتاع التزيين بتاع يبقى كلها كده اللون الاحمر متوزع فيه. جبت بقى وش التورته وجبت شكل من عندي، شكل وردة. عندك شكل وردة، شكل قلب، شكل نجمة، الشكل اللي انت حابه بقى. تقطعي كده وش الكيكة واعملي اللي انت عايزاه. انا طبعا اخترت اصغر شكل في الوردة، وبقطع كده وهرص على التورتايه وازين بيه. يعني احنا خدنا الوش اهو ما رمناهوش وبنزين بيها تاني كده. الشكل تمام وحلو قوي وجميل جدا. نوزع بقى الوردات اللي احنا عملناها من وش الكيكة على الكيكة الريد فيلفل. بنوزعها كويس كده، ادت شكل كده جميل، واللون الاحمر بقى سائد اهوت ومتوزع معاها. برضو جبنا باقي وش الكيك، وهنعمل طبقة تانية من الوردات. نحط وردة فوق الوردة بس ما نقطع كده ونخلص. كده بنعوزها كريمة ونلزقها. نفضل بقى نعمل كده واحدة واحدة لحد ما نخلص وحدات الوردات اللي احنا عملناها. كده بتعلي الكيكة وبتدي شكل حلو، وبرضو نستغل الكيك ما نرموهوش يعني، فنخلي الوردة تبقى عالية وتعلي الكيكة وتدي شكل جميل جدا. يعني بلزقها بكريمة واروح حطاها، عليت الطبقة بقت عالية وجميلة. بعد كده بقى في فراغات ما بين الوردات، هنجيب بقى القمع ونحط فيه كريم شانتيه، ونعمل بقى شكل كده نزين بقى الفراغات الموجودة كده. كده الشكل تمام وتحفة. نعمل بقى وردة في النص كده ونقلبها وتاخد اللون الأحمر، ونحط عليها برضو الوردية كمان أو روزيتا كده في النص. وبكده وصلنا للشكل النهائي بتاع كيكة الريد فيلفت
إذا عجبتكم بقى الوصفة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وهتلاقوا المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف، وأتمنى الفيديو ينال إعجابكم. سلام حبايبي.